أغرب 5 حيوانات مهجنة. حيوان الكاما هو هجين بين ذكر الجمل وأنثى اللاما بعملية تلقيح اصطناعية في مختبر للتكاثر، لكن التلقيح العكسي من ذكر لاما وأنثى الجمل لا ينتج صغار قوية قابلة للحياة. الأسد الببري هو هجين من ذكر أسد وأنثى نمر، والناتج هو كائن شبيه بالأسد مع الخطوط المميزة على جلد النمر، ويتميز بأنه أكبر حجما من الأسد وأكبر حجما من النمر. لكن إذا تمت عملية التلقيح بشكل عكسي ينتج حيوان التايجون، وهو ذو حجم ضخم. قطط السافانا هي نتيجة هجين من قط السرفال الأفريقي وبين القطط المنزلية، وهي لا تختلف عن القطط فيمكن تربيتها كالقطط العادية. الدب الأشيب هو ناتج عن تهجين الدب البني مع الدب القطبي، ونادر جدا حدوث تلك العملية من التهجين لاختلاف طباع كلا النوعين، فالدب البني يعيش في الغابات بينما يفضل الدب القطبي الحياة في الجليد. حيوان الزبراوي هو هجين بين ذكر الحمار الوحشي وأنثى الخيل، وينتج عنه حيوان يشبه كلا أبويه، فتغطي الخطوط بعض أجزاء جسمه، لكن الكثير من المواليد الناتجة عن هذا التزاوج تكون قصيرة وقليلة الوزن، وأغلبها لا تستطيع التكاثر.